السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين. ومناسبة خلاص يومين وهتحل علينا السنة الدراسية الجديدة. اتمنى يا رب يكون عام دراسي سعيد علينا كأولياء أمور وعلى الطلبة والطالبات. إن شاء الله يكون عام مليء بالتحصيل الدراسي يا رب، ويعيننا كأولياء أمور في تجهيز ولادنا للمدارس. طبعا بقالنا شهر على موال تجهيز السبلايز وخلافه، ولكن اللايف ده أنا عامله مخصوص عشان موضوع اتكلموا عنه في احد القنوات الاذاعيه في الراديو. يعني اذاعه مهمه، اذاعه المفروض كبيره في الراديو، كانت مخصصه موضوع وطرح له اكتر من ساعه نقاش على الهواء مباشره. موضوع في غايه الاهميه، لكم ان تتخيلوا موضوع الحلقه كان اسمه: هل السندوتشات المدرسيه اختلفت زمان عن دلوقتي؟ والله العظيم الموضوع استفزني. ممكن الناس تقول لك عادي، ولكن هل الفراغ والسطحية وصل ان احنا نفرد ساعة من وقت اذاعة مهمة؟ يعني اعذروني مش هقدر اقولها بان احنا شغالين في مجال الاعلام، فما ينفعش برضو. يعني انا بحب انتقد النقد البناء يعني. وطبعا كل التحية والتقدير لكل الزملاء في مجال الاعلام، سواء مجال الاعلام المرئي بتاعنا او المسموع او حتى على السوشيال ميديا يعني. ولكن هل ده يستدعي انك تفرد ساعة من وقتك وتقول السندوتشات بتاعت زمان اتغيرت عن السندوتشات بتاعت دلوقتي؟ طب ما في اولى من كده. هل احتياجات المدرسة زمان اختلفت عن دلوقتي؟ وليه اختلفت عن دلوقتي؟ طيب ما ممكن في اهم من كده، نتكلم عن المدارس ليه بقت بالشكل المبالغ فيه ده دون وجود رقابة او حد يرضع اصحاب المدارس الخاصة تحديدا اللي هم بيبالغوا في اسعار المصروفات المدرسية، وخاصة السبلايز وخلافه. يعني مش مواضيع دي مهمة جدا؟ ولا رأي حضراتكم ايه؟ بدل ما السندوتشات اتغيرت، زمان كنا بنعمله فول وطعمية، دلوقتي بنعمله لانشون مثلا يعني. لا يعني بجد والله اللي محتاج يتناقش فعليا، وانا شخصيا سلطت عليه الضوء اكتر من مرة، محتاجين نتكلم في مواضيع خاصة بالمدارس الخاصة، الرقابة على المصروفات المدرسية الخاصة بالمدارس الخاصة والمدارس الدولية والمدارس المتوسطة. يعني مش كل المدارس الخاصة اللي هي، مش بتكلم على 40 و50 ألف جنيه، في مدارس ب20 وب18 بتفوق قدرات الناس اللي ولادها فيها بجد والله. وغير كده يطلبوا سبلايز معدي 3000 جنيه. طب اللي عنده مثلا طفلين هيجيب منين 6000 جنيه سبلايز؟ هيجيب منين مصاريف المدرسة او القسط بتاعها؟ هيجيب منين مصاريف الباص؟ هيجيب منين اليونيفورم، الكتب الخارجية، الاستعداد للمدرسة؟ الحاجات دي كلها بجد مش اولى ان يتم مناقشتها بدل السندوتشات اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ لا، الموضوع لما يتم مناقشته يكون كده في عقلانية فيه، الحاجة اللي تهم المواطن. يعني ما تخلينيش كده اشمئز لما انا اسمع كمواطن بفتح الراديو والاقي موضوع الحلقه: شاركوا معانا برايكم يا جماعه، وقولوا لنا كنتوا بتعملوا لاولادكم سندوتشات ايه زمان، ودلوقتي السندوتشات اللي بتعملوها لها ايه؟ السندوتشات اختلفت زي ما حاجات كتيره جدا اختلفت، لكن في الاول وفي الاخر ده اكل. الاهم من ده ايه؟ التحصيل الدراسي اختلف زمان عن دلوقتي. الضمير بتاع المعلم في الشرح خاصة في المدارس البسيطة، مدارس التجريبي، المدارس الحكومية، يمكن المدارس الخاصة المدرس مضطر ان هو يشرح عشان ياخد مرتبه عشان خاطر يبقى فيه جدوى والحاجات دي كلها. لكن المدارس الحكومية مع وجود الرقابة والمناهج الجديدة والسياسة اللي بتنتهجها الدولة المصرية دلوقتي في تطوير العملية التعليمية تحديدا في المدارس الحكومية والمدارس التجريبية وبعد كده المدارس الخاصة، الموضوع اختلف. طيب هل في دلوقتي ضمير لدى كل العاملين في المنظومة التعليمية؟ طبعا كلهم فوق راسنا، وكل التقدير والاحترام لكل واحد بيعمل في المنظومة التعليمية وبيخلص في عمله ليقدم كل ما في جهده للطالب، وده أصبح قليل عشان أكون معاكم بصراحة يعني في الزمن ده. يعني ده يرجع لأسباب كتيرة جدا مش هتطرق إليها، ولكن برضو مهما كان أنا عنده عذري. الطالب ملوش ذنب، ولي الأمر ملوش ذنب. مش ذنب حضرتك بتاخد يا مدرس مرتب ضعيف ولا مرتب قليل ده يخليك انك انت ما تشرحش. طالما انت ارتضيت حضرتك ان انت تبقى موجود في المكان اللي حضرتك فيها دي، تعطي على اكمل وجه كل اللي يحتاجه الطالب طالما ده في تخصصاتك. لكن احنا بنشوفه ياما ناس موديه ولادها مدارس خاصه بال30 وبال40 وبال50 وبال100 ألف جنيه،
ولكن بتدي دروس خصوصيه. طب ايه الفايده؟ طيب فين المتابعه وفين الرقابه والحاجات دي كلها؟ ده اللي انا لفت انتباهي، خلاني اتكلم في الموضوع ده تحديدا لما لقيت احدى الزميلات في احد الاذاعات في احدى الاذاعات على الراديو بتتكلم هل السندوتشات اختلفت زمان عن دلوقتي؟ وهنا بقى عايز اتكلم في جزئيه في غايه الاهميه انا بناشد فيها القائمين على العمليه التعليميه. كلنا عارفين ان كل اب وكل ام بيبذلوا قصارى جهدهم عشان يقدروا يقدموا كل احتياجات الطالب وهو داخل المدرسه. ودايما يمكن في كل برنامج بقدمه مع دخلة المدارس بناشد فيها كل القائمين على العملية التعليمية، يا ريت يا جماعة رفقا بالناس البسيطة. يعني مثلا لو طالب جالك والكشكول اللي انت طالبه منه 60 وكان زايد من السنة اللي فاتت كشكول قصص منه حوالي 10 15 ورقة، ما تجيش تحرجه قدام زمايله وتقول له لا تجيب لي كشكول جديد. ما جايز فعلا والده مش معاه ثمن الكشكول الجديد، وده بيحصل يا جماعة، كلنا بنتعرض لظروف صعبة جدا. فهنا حسن المعاملة من قبل القائمين على العملية التعليمية هو ده اللي بيهون اليوم الدراسي على الطالب. وقس على ذلك امور كتيرة جدا جدا. ما تحرجش الطالب مثلا لو مش جايب الشنطة اللي حضرتك محتاجها كمدرس، او مش جايب الكتاب اللي حضرتك محتاجه كمعلم، او مش جايب الكراسة ولا الكشكول اللي حضرتك قلت عليه، جايب كشكول قديم او كشكول اقل او كشكول من كشاكيل السنة اللي فاتت. ايه المشكلة؟ لان للاسف بنلاقي بعض المدرسين لا تجيب لي كشكول جديد والجلاد مش عارف ايه. بلاش التحيز ده. والسبلايز انا شايف السوشيال ميديا كلها مقلوبه وتريقه وتهكم والحاجات دي كلها. طيب بجد والله السؤال، كل السبلايز اللي انتوا بتجمعوه من كل الطلبه ده اللي بيبقى الصندوق قد كده بتودوه فين؟ بتلاقوا له مكان فين؟ اذا كان احنا بنشتكي من قله عدد الفصول الدراسيه اللي بيحشروا فيها الطلبه والطالبات، يبقى انت عندك المخازن والاوض اللي بتخزن فيها السبلايز بتاع كل طالب اللي الفصل فيه 40 طالب، بتكلم على فصل ابني مثلا 43 حاجه اللي فيه الصندوق قد كده، بتحطهم فين؟ ده لو 43 صندوق ده محتاجين غرفه لوحدها يتحط فيها. فرفقا بالناس يا جماعه، بلاش التزمت في الطلبات. ولي الامر ده معلش يعني مش رجل اعمال مودي ابنه نزاهه المدرسه. ربنا عالم ان 90% من اولياء الامور دخلهم كله رايح على مصاريف ولادهم، دخلهم كله رايح على العمليه التعليميه فقط لاولادهم. اولياء امور وتحديدا اولادهم في مراحل تعليميه حرجه مهمه جدا زي ثانويه عامه والمرحله الاعداديه ثالثه اعدادي ورابعه ابتدائي وسته ابتدائي. ناس كتير بتحرم نفسها من اولياء الامور من كل ما لذ وطاب عشان خاطر توفر لاولادها احتياجاتها والتزاماتها. وهنا برضو بناشد اولياء الامور بلاش البهرجه في اللانش بوكس. احنا زمان انا والدتي افتكر كانت تعمل لي سندوتش الجبنه مع سندوتش الفول وتحطهم لي في كيسه صغيره كده بحيث تحفظ بس الكيسه السخونيه بتاعت السندوتش مثلا، او تحفظه ان هو يبقى كويس لما تيجي الفسحه بقى اللي هي البريك بتاع اليوم الدراسي وناكلهم عادي. لكن تلاقي ولي الامر تحسه بيتنافسوا ان كل واحد يجيب لانش بوكس بالثمن الفلاني عشان ابنه يقول له انت عارف اللانش بوكس بتاعي، وفي الاخر تطالب ابنك ان هو يبقى متواضع. طب ازاي؟ لا بالعكس. يعني انا والله افتكر في يوم من الايام اقسم بالله ده حصل، والدي حرمني لما كانت الموبايلات نازله جديده، حرمني ان انا اجيب موبايل زي باقي زمايلي عشان اراعي شعور ان زمايلي التانيين اللي هم مش معاهم موبايلات. بجد والله انا بتكلم يعني في حاجات كتيره جدا يعني كنا الواحد بيراعي فيها الامور دي. فلازم اولياء الامور تبقى حريصه على ان تقدم ولادها بصوره ايجابيه، تخلي الولد سوي نفسيا، مش تقول له انا جايب لك شنطه بالشيء الفلاني عشان خاطر يجي يقول لزمايله اللي هم عيني مش عارفين يجيبوا شنطه اصلا وجايين بالشنطه بتاعت السنه اللي فاتت يقول له انا جايب كذا. لا يعني خليكم انتوا القدوه الحسنه لاولادكم. دي امور بجد والله محتاج فيها تكاتف اولياء الامور، محتاج فيها تكاتف المعلمين، بحيث ان احنا نكون كلنا ايد واحده في تقديم كل الخير لاولادنا اثناء العمليه التعليميه والمرحله الدراسيه. أأمل من المولى عز وجل إن شاء الله وبتمنى أن يكون عام دراسي سعيد علينا جميعا.
بناشد كل القائمين على العملية التعليمية رفقا بأبنائنا الطلبة والطالبات، وقبل أبنائنا الطلبة والطالبات رفقا بأولياء أمورهم اللي هم تعبانين، واللي حضرتك كمدرس أكيد أنت ولي أمر عندك ابن أو ابنة في العملية التعليمية، فاللي ما ترضاهوش على غيرك، ما ترضاهوش على نفسك، ما ترضاهوش على غيرك. فبالتالي لازم احنا يكون عندنا سياسة كده في إدارة العملية التعليمية كأولياء أمور، سواء من ناحية المصروف اللي نديه لأولادنا، اللانش بوكس اللي احنا بنعمله لأولادنا، بلاش البهرجه بتاعت اللانش بوكس بجد يعني ديت، عشان خاطر يعني يبقى في حتى نفسيه كويسه ما بين الطلبه واولادهم. الحاجات بتاعت زمان اللي كانوا يعلموها لنا اولادنا، ما تحاولش تاكل قدام حد، حاول كده تاخد مكانك على جنب وتبقى كريم مع اصحابك، ولو انت شفت صاحبك النهارده ما جابش الاكل او الاكل ما كفوش اديله من عندك واعزم عليه. الحاجات دي احنا بنفتقدها بشكل كبير والله، يعني للاسف اغلب الجيل اللي طالع دلوقتي جيل ما يهموش الا المنظره، ما يهموش الا من رحم ربي طبعا، الا الانانيه ان هو عايز كل حاجه كويسه ليه، ما يهموش الا نفسه. لا، احنا دورنا كاولياء امور ان احنا نكسر الموضوع ده ونرجع للعادات والتقاليد والمبادئ والقيم بتاعت زمان في مراعاه شعور الاخرين. ما هو ابني اكيد لو كويس فيه اللي اعلى منه في الطبقه وممكن يكون معاه في الفصل، فلما كل اب يكون حريص على انه ينصح ابنه بالحاجات والقيم ديت، العمليه هتبقى كويسه، مش هيبقى فيها نفسنه، مش هيبقى فيها غيره، مش هيبقى فيها تهكم، مش هيبقى فيها تنمر والحاجات دي كلها. بجانب طبعا ان المدرس العامل الاساسي والفعال في الفصل ان هو يضبط هذه الامور ويتم ضبطها بحكمه ما بين الطلبه والطالبات. ومعلش يا سيدي، وانا لو فوتت حاجتين من السبلايز خلاص الدنيا هتبوظ، بلاش تحرج الولد ولا البنت قدام الفصل كله وتقول له انت ما جبتش المناديل النهارده في السبلايز، تجيبها الاسبوع الجاي، وهقول واكتب ان انت ما جبتش بسيطه يا جماعه. يعني ما هو مش 14 علبه المناديل اللي حضرتك طالبهم دول هيستخدمهم، الواد مش هيبات في الحمام يعني. بس فدي امور والله بجد اللي خلاني اتكلمت فيها. موضوع الحلقه اللي انا قلت لحضراتكم في بدايه اللايف استفزني قوي وانا كنت بسمعها في الراديو، ساعه كامله مفروده في البرنامج في اذاعه من اهم الاذاعات المفروض في الراديو، مذيعه زميله لها كل التقدير والاحترام بتقول يا جماعه موضوع في غايه الاهميه، عايزين نتناقش النهارده السندوتشات المدرسيه اختلفت ايه زمان عن دلوقتي. بجد موضوع مستفز، استفزني انا مش كاعلامي والله بس، لا ده كمان كمواطن وكولي امر. هل الامور كلها اتثابت في العمليه التعليميه وجايين حضراتكم تتكلموا عن السندوتشات؟ اتكلموا عن المصاريف الدراسيه اللي بتغلى بدون رقيب او عتيب، اتكلموا عن صحاب المدارس اللي هم بيحطوا تسعيره للمصروفات بمزاجهم واللي مش عاجبهم، اتكلموا عن اسعار الكتب المدرسيه في المدارس الخاصه واليونيفورم اللي هو اقل يونيفورم معدي ال1000 وال1000 ونص. ليه؟ ده انا لو جايب اليونيفورم من زارا مش هيوصل التيشيرت ب 800 جنيه وب 600 جنيه. ليه؟ يعني معلش، ده الواحد بيروح احسن مكان والله العظيم لما بيلاقي قميص ب 800 جنيه بيقول حرام، وفر الفلوس دي لاولادك. والله بيحصل يا جماعه. فلا، ما ينفعش يعني، رفقا بالناس. اولياء الامور مش كلهم رجال اعمال، في ناس ربنا فاتح عليها، بس في ناس برضو موظفين ربنا فارجها عليهم، ولكن بيشيلوا من قوتهم عشان خاطر يعلموا عيالهم. فبالتالي انا بذكر نفسي وحضراتكم وكل الزملاء الاعلاميين، يا ريت بجد نسلط الضوء على كل الامور اللي اتكلمت فيها ديت، الخاصه بالمصاريف المدرسيه، الخاصه بالتعاون في العمليه التعليميه ما بين مثلث العمليه التعليميه اللي هو ولي الامر والطالب، وعفوا القائمين على العمليه التعليميه المدرسين، وايضا منظومه من قبل الوزاره ومن قبل الاداره التعليميه. لازم كل ده يتكاتف في تقديم كل التسهيل للطلبه والطالبات، ما نعقدهاش. ولي الامر دافع وعامل مهم جدا ان هو يدعم ابنه او بنته في الدراسه، كمان المدرس عليه دافع الاهم والاكبر انك انت تخلي الطالب يحب المدرسه ويحب حضرتك ويعشق الماده. يعني زمان احنا كنا بنحب الماده على مقدار حبنا لمدرس الماده، بجد والله العظيم. يعني انا مثلا كنت بحب اللغه العربيه على مقدار حبي لمدرس اللغه العربيه، الاستاذ سيد فتحي والاستاذ احمد.
يعني لحد الان اساميهم محفوظه، ولما بنزل والله سوهاج يعني الواحد بيحاول ان هم يشوفهم ويسلم عليهم ويشكرهم على حب، يعني دورهم في حب الواحد للغه العربيه والمواد الثانيه. فبالتالي كل ما كان المدرس قدوه، وكل ما كان المدرس سلس ومتعامل مع الطالب بشكل يحببه فيه، اكيد الطالب هيحبه وبالتالي هيحب الماده بتاعته. مش هطول على حضراتكم، ولكن حبيت اتكلم في هذه الامور عشان نذكر نفسنا واياكم، ونناشد كل القائمين على العمليه التعليميه ان هم ان شاء الله مع بدايه العام الدراسي الجديد يكونوا داعمين بقوه لاولادنا، وان يكون العام ان شاء الله حافلا بالتحصيل العلمي لكل الطلبه والطالبات في المراحل التعليميه المختلفه، وان شاء الله مزيد من التفوق والنجاح لابنائنا الطلبه والطالبات، وربنا ييسر علينا احنا كاولياء امور، وربنا ييسر على كل ابنائنا الطلبه والطالبات. تحياتي وتقديري عاصم الشندويلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.